العائلة هي الملجأ الأخير، المكان الذي نظن أننا في أمان داخله، حيث الثقة لا تحتاج إلى إثبات، حيث لا مجال للخيانة، أو هذا ما نعتقده. لكن ماذا لو كان العدو أقرب مما نتصور؟ ماذا لو كان الخائن هو شقيقك؟ من تشاركت معه طفولتك، من اعتقدت أنه سندك في الحياة؟ هذه قصة سامي، الرجل الذي أعطى كل شيء لأخيه ولم يكن يعلم أن أقرب الناس إليه يخطط لدماره منذ سنوات. منذ الصغر كنت أنا وأخي كريم مثل التوأم، رغم أنني كنت أكبره ب5 سنوات، إلا أننا كنا لا نفترق. كبرنا في منزل متواضع، وكان والدي يردد دائما: الأخ سند، لا تخونوا بعضكم مهما حدث. كبرت هذه الكلمات معنا، أو على الأقل كنت أظن أن كريم يفهمها كما أفهمها. عندما توفي والدنا كنت في 24، وكان كريم في 19. توليت مسؤولية العائلة، عملت ليلا ونهارا حتى أؤمن مستقبلنا. كنت أعلم أن عليه إكمال دراسته، ولم أرد له أن يحمل هم الحياة. كنت أعامله كابني لا فقط كأخي، وكنت مخطئا. مرت السنوات، فتحنا معا مشروعا تجاريا صغيرا. كنت أمسك الحسابات وأدير العمل، بينما كريم كان شريكي في المبيعات والعلاقات مع الزبائن. كنت أعتقد أننا نعمل لتحقيق حلم مشترك، لكن لم أكن أعلم أنه يرى الأمور بطريقة مختلفة تماما. بدأ كريم يتصرف بغرابة، كان يطلب المال باستمرار. حججه كانت دائما جاهزة: مشروع جديد، ديون يجب سدادها، استثمار كبير سيحقق لنا أرباحا ضخمة. لم أتردد لحظة في دعمه، لكن شيئا ما لم يكن طبيعيا. في أحد الأيام تلقيت مكالمة غير متوقعة، كانت من البنك. قال الموظف: سيدي، هناك ديون كبيرة على حساب شركتك، هل يمكنك توضيح الأمر؟ ديون؟ لم أكن قد اقترضت فلسا واحدا. هرعت إلى البنك، وعندما راجعت الأوراق كدت أسقط أرضه. كل الوثائق كانت تحمل توقيعي: طلبات القروض، شيكات بمبالغ خيالية، وأوراق رسمية تثبت أنني بعت نصيبي في الشركة، لكنني لم أفعل أي من ذلك. خدعت، لكن على يد من؟ ذهبت إلى كريم مباشرة، كان جالسا في مكتبه، وعندما رأى وجهي الشاحب لم يبدو عليه الخوف، بل على العكس ابتسم بهدوء وقال: ما بك يا أخي؟ تبدو مرهقا. رميت الأوراق أمامه، كنت أرتجف من الغضب. ما هذا يا كريم؟ هذه ليست توقيعاتي، هذه حسابات شركتنا، ماذا فعلت؟ نظر إلي ببرود، ثم قال بجملة لن أنساها ما حييت: هذه مشكلتك. كنت دائما تعتقد أنك الأفضل، أنني مجرد تابع لك، لكنني أثبتت لك أنني أستطيع أن آخذ ما أريد بدون إذنك. طعنة، نعم طعنة لم أكن أتوقعها. لم أكن أعرف ماذا أفعل. الشركة تم بيعها باسم القانون، البنك يطالبني بمبالغ لم أكن أملكها، وكريم كان قد جهز نفسه للهروب. سأذهب في رحلة قصيرة، أعتقد أنني سأرتاح قليلا من أجواء العمل، قالها ضاحكا وهو يحمل حقيبته، تاركا وراءه رماد حياتي التي دمرها. بعد أسبوع كان قد سافر إلى أوروبا، استخدم المال الذي سرقه مني ليعيش حياة الملوك.
بينما كنت أنا غارقا في الديون والقضايا والمحاكم، أصبحت متهما بجرائم لم أرتكبها وخسرت كل شيء. مرت 2 لم أستطع نسيان ما فعله بي. لم يكن مجرد خيانة مالية، لقد خان الدم، خان العشرة، خانني كإنسان. لم أستطع العيش مع هذه الحقيقة. كنت أحتاج إلى إغلاق هذه الصفحة بطريقة خاصة. استعنت بشخص محترف في تتبع الأشخاص. دفعت آخر ما تبقى لي من المال لأعرف أين يعيش كريم الآن. وفي النهاية وجدته. كان يعيش في فيلا فاخرة في إحدى العواصم الأوروبية، يقود السيارات الفاخرة ويعيش حياة لم أحلم بها حتى. سافرت إليه دون أن أخبر أحدا، وعندما وقفت أمام منزله انتظرت حتى خرج بسيارته. لحقت حتى دخل أحد المطاعم الراقية. كان يجلس هناك يضحك مستمتعا بوقته. اقتربت منه ببطء، وعندما التقت عيوننا تجمد في مكانه. كان يعلم أنني لن أكون هنا للسلام عليه. همس بخوف: سامي، ماذا تفعل هنا؟ لم أجب، فقط سحبت مقعدا وجلست أمامه. نظرت إليه نظرة لم أنظر بها لأحد من قبل. كان كريم جالسا أمامي، عيناه تتحركان بقلق. لم يكن يتوقع أن يجدني أمامه، أن أظهر في حياته مجددا بعدما دمرني وترك كل شيء خلفه. لم أقل شيئا في البداية. تركته يغرق في صمته، يتساءل، يحاول قراءة ما يدور في رأسي. أخيرا حاول استجماع شجاعته وقال بصوت متردد: سامي، أنا آسف، كنت مضطرا لفعل ذلك، لم يكن لدي خيار آخر. ابتسمت بسخرية. نفس الجملة القديمة، نفس الكذبة، وكأن أحدا أجبره على خيانتي. أغمضت عيني للحظة. تذكرت الليالي التي لم أنم فيها. تذكرت كيف تحطمت حياتي بسبب طمعه. تذكرت كيف كان يستمتع بينما كنت أغرق في الديون والمحاكم. فتحت عيني وقلت بصوت هادئ لكن بارد كالجليد: لا تقلق، لم آتي للانتقام، ليس بالطريقة التي تظنها. شعرت بأنه ارتاح قليلا، لكنه لم يعلم أنني كنت أقصد شيئا آخر تماما. قبل أن آتي إلى هنا لم أكن أريد فقط مواجهته بالكلمات، كنت أريد أن أشعر به وهو يخسر، وهو ينهار كما انهرت أنا بسببه. لهذا كنت قد رتبت كل شيء قبل قدومي. أخرجت هاتفي وضغطت على زر تسجيل الصوت، ثم قلت له: أريدك أن تكرر ما قلته الآن، أنك خدعتني، أنك سرقت كل شيء مني، أنك كنت تخطط لهذا منذ البداية. اتسعت عيناه في رعب، وعرف أنني لم آتي هنا بدافع الغضب فقط، بل كنت مستعدا لإنهائه. حاول أن ينكر، أن يضحك، أن يتجاهل، لكنني لم أكن في مزاجي للعب. اقتربت منه وقلت ببطء: إذا لم تفعل فسأجعل حياتك كابوسا، سأفضحك أمام الجميع. كل شخص تعامل معك، كل شخص يثق بك الآن سيعرف حقيقتك. رأيت التوتر في وجهه. كان يعلم أنني قادر على ذلك. كنت أعرف الكثير عنه، أسرارا لن يرغب أي شخص في أن تكشف. تنهد بارتباك ثم قال بصوت متقطع: نعم، أنا من دبرت كل شيء. كنت أريد المال، كنت أعتقد أنك لن تكتشف ذلك، كنت أظن أنني أستحق أكثر مما كنت تعطيني. أوقفت التسجيل ثم نظرت إليه وقلت بابتسامة باردة: الآن لن يمكنك الهرب مجددا. لم يكن يعلم أنني لم أكن وحدي في هذه اللعبة.
قبل أن أسافر إليه كنت قد تواصلت مع الشرطة الدولية، أبلغتهم عن عمليات الاحتيال التي قام بها، عن القروض المزيفة، عن الصفقات المشبوهة التي عقدها تحت اسمي. كنت قد جمعت كل الأدلة وأرسلتها إلى السلطات قبل وصولي، وقبل أن يتمكن حتى من استيعاب ما يحدث اقتحم رجال الشرطة المطعم. كانوا يبحثون عنه، كانوا ينتظرون اللحظة المناسبة للقبض عليه. حاول الوقوف، حاول الهروب، لكن لم يكن هناك مفر. أمسكوا به، وضعوا الأصفاد في يديه وهو يصرخ: سامي، لا تفعل هذا بي، نحن إخوة. اقتربت منه وهم يسحبونه، ونظرت إليه للمرة الأخيرة وقلت بهدوء: أنت من فعل هذا بنفسك يا كريم. لا أحد يخون دمه ويهرب بلا ثمن. سجن كريم لسنوات طويلة، وتحطمت حياته كما تحطمت حياتي بسببه، لكن الفرق أنني كنت قادرا على النهوض مجددا، بينما هو لم يكن لديه شيء ليعود إليه. لقد انتهت قصتي معه، لكن بقي سؤال واحد يدور في ذهني حتى اليوم: لماذا يختار البعض الطمع على الحب؟ لماذا يخون البعض أقرب الناس إليهم؟ ربما لن أجد إجابة أبدا، لكنني تعلمت درسا واحدا لن أنساه ما حييت: ليس كل من يحمل نفس دمك يستحق أن تثق به.